نشأت الرياضة قبل أن تنشأ دول. وما زلنا نتحدث عن أننا لدينا خلل إداري، ولدينا خلل في التدريب، ولدينا خلل في التنظيم. وهذا الكلام قد يكون صادم أن لا يلحق المدربين بآخر إصدارات الرخص الموجودة في العالم. الإعلام يعاني مثل ما تعاني هذه المنظومة. أنت تريد أن في السودان في مورد بشري كبير تحدث عنه كابتن منجستو، مورد بشري متوهج، وتوجد العديد من الثقافات والتنوع، يمكن أن نتحدى به كثير من دول العالم، ولكن يحتاج لتنظيم إداري، يحتاج إلى بنيات تحتية أساسية. يعني إذا تجولت بالكاميرا في الملاعب تشاهد أبسط مقومات الملعب غير موجودة بالنسبة لهذه المواهب التي تتحدث عنها كابتن منجستو. التأهيل المرتبط بإدارة هذه الموارد غير موجود. البيئة مصطفى الذي تحكم هذه العملية، أنت تحتاج إلى بيئة فيها احترافية، فيها تخصص، فيها لا توجد فيها للأسف صراعات جانبية خارج الملعب، لا يوجد تعصب، والتعصب هذا يقودك إلى مفتاح الإعلام. هل نحن يعني نعيش نفس الصراع السياسي في الرياضة؟ هو نفسه بالمناسبة. وأحيانا هناك تمازج أو توائم أو شكل من أشكال الاندماج، لأنك تتحدث عن خلفيات مجتمع. كثير من الصراعات وكثير من التعصب وكثير من البيئة في المجتمع هي التي تسببت في هذا الواقع المأساوي، وبالتالي أنت لا تستطيع أن تفصله. الخلافات موجودة في القطاع الرياضي، موجودة على مستوى قطاع، وأحيانا الإعلام، وللأسف أنا أقول هذا الكلام للأسف، أحيانا بدل أن يكون قائدا ورائدا نحو تخفيف حدة الصراع من غير اللازمة وقيادة الرشد. يعني فرق بين أن تكون رسالتك هذه تدعو إلى الرشد، وتدعو إلى التوحيد، وتدعو إلى التكاتف، وتدعو لتطوير هذا العمل. نحن نسميها ديمقراطية أهلية شعبية رياضية، ولكن الصراعات التي تبدأ من القاع إلى أعلى الهرم. ربما يشاهد يعني صحفي رياضي يقول لك هذا النقد الرياضي موجود. يعني صحيح، النقد الصحيح والبناء مطلوب، النقد الذي يصحح مطلوب، النقد الذي يقودك إلى المقارنات، كما تحدث الكابتن منجستو ونقل تجربة هولندا، وقبل كده تحدث عن المشاكل التي يتحدث عنها ناس في أوروبا. يعني الهولنديين بعد كل هذا عقدوا مؤتمرات ليعرفوا خلل الكرة الهولندية الشاملة. النقد الذي يقودك للتصحيح هو مطلوب، ولكن النقد الذي يقسم المجتمع إلى ما هي مشكلتنا الحقيقية. انظر إلى المشكلة التي نعيشها. إذا عينت من أعلى إلى كل القطاعات تجد أحيانا هذه الخلافات خلافات شخصية، والنقد أحيانا والهجوم ينبني على مواقف شخصية. وأحيانا أختلف عندما أنتقد أداء كابتن منجستو إذا كان مدربا لفريق من أندية الدرجة الأولى والممتازة، وأنتقد الطريقة التي تعامل بها أو التكتيك الذي لعبه من أن يترصد كابتن منجستو. طيب كابتن حاتم، يعني كيف ترى تأثر الحرب أو تأثير الحرب على المشهد الكروي، وفي نفس